واحدة من أهم الحاجات اللي لازم تعرفها عن نفسك هو إنك تسأل نفسك إيه الدافع اللي ورا الحاجة اللي أنا بعملها. كتير من البشر بيتصرفوا بطريقة عشوائية، يعني بيختاروا الحاجات وبعد كده يندموا ويرجعوا يسألوا نفسهم هو أنا ليه اخترت الشخص ده، أو هو أنا ليه خدت الوظيفة دي، إيه الدافع اللي كان جوايا خلاني إن أنا أمشي في الطريق ده وما اختارش طريق تاني أسهل. مهم جدا نفهم إن جوه الإنسان وجوه نفس الإنسان في حاجات معينة بتدفعه إنه يعمل سلوك معين. من الحاجات دي حاجة اسمها الرغبة. الرغبة هو شعور داخلي بيزقك زق ناحية فعل معين، ولما بتعمل الفعل ده بتحس نفسك بالرضا او بتحس نفسك انك مبسوط. فبيكون مثلا عندك رغبة ان انت تشرب سجاير مثلا، او رغبة ان انت تمارس الجنس. فبمجرد ان انت عملت الرغبة بتاعتك دي بتحس بشعور الرضا والانبساط والفرح وكل الكلام ده. إذا الرغبة هو شعور داخلي جوه الإنسان بيخليك تعمل فعل، ودورك الحقيقي هو إنك تفهم الرغبة بتاعتك هتوصلك لفين. يعني لو أنت بتقيم علاقات جنسية مع سيدات مثلا، لازم تعرف إنه في عواقب لهذا التصرف، زي مثلا ممكن يتنقل لك أمراض، زي مثلا أنت ممكن يحصل لك مشاكل في الانتصاب بعد كده في الجواز، يحصل لك مقارنات لما تتجوز أو إن أنت تزهد في زوجتك وما تدهاش حقها. كل الحاجات دي لازم تكون انت فاهمها وواعي بيها وانت بتنتبه للرغبة بتاعتك، وتسأل نفسك السؤال العظيم اللي هو ايه الهدف من ان انا اعمل هذا الشيء؟ عايز اوصل لايه لما بعمل الحاجة دي؟ ليه انا بحس ان انا عندي رغبة في عمل الشيء ده وانا عارف ومتأكد ان الشيء ده غلط؟ ايه الشعور اللي انا محتاج امليه؟ ولازم ادور على الطريقة ان انا املي الشعور ده بعيد عن اني اعمل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. اذا كبح رغباتك دي مسؤوليتك، ودي الامانة اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك، ان انت تفهم ليه انت بتعمل كده وليه بتختار الطريق ده ونتيجة الطريق ده ايه، وترجع تقعد مع نفسك وتشوف الطريق اللي انت خدته ده بيمشي مع اوامر ربنا سبحانه وتعالى ولا بيمشي مع عكس اوامر ربنا سبحانه وتعالى. ممكن لما تكون عندك رغبة، الرغبة هي عبارة عن طاقة ممكن تتحول لفعل شيء تاني آخر. يعني مثلا لو أنا بشرب سجاير وعندي رغبة في التدخين أو رغبة في إن أنا أعمل حاجة تضر جسمي أو تضر الآخرين، ممكن إن أنا أحول الرغبة دي لشيء مفيد. ممكن ان انا انزل اعمل رياضة، ممكن ان انا امشي، ممكن اساعد الناس، ممكن اعمل مجهود بدني عشان ما اعملش جنس مع شخص انا ما فيش بيني وبينه علاقة. ممكن ان انا احول الطاقة دي من ان انا احطها في مكانها الغير مناسب لاني انا احطها في مكانها المناسب. اذا الرغبة لما بتتوجه بالطريقة الصح بتتحط في المكان الصح، الناتج بتاعها بيكون كويس عليك وعلى اللي حواليك، والعكس صحيح. مهم نفهم ان لما الانسان ما بيحققش رغباته بيجيله اكتئاب، بيجيله حزن، بيجيله ألم، بيحس بالضعف، وممكن لما بيتعرض لأي موقف بيقع. ليه؟ لأنه هو ما قدرش ان هو يتحكم في هذه الرغبات. مهم جدا اللي بيسمع الفيديو ده انه لما تكون الزوجة عايزة علاقة جنسية او الزوج عايز علاقة جنسية، لازم نفهم انه هو عنده رغبة في هذا الشيء. قمة الظلم ان احنا نمنع الشخص من رغباته اللي ربنا سبحانه وتعالى حللها له في المؤسسة الزوجية. وقمة الظلم ان انا يكون عندي رغبة ان انا اذي اللي حواليا وما اقدرش ان انا اكبح جماح نفسي وابعد اذيتي عن الخلق. إذا الرغبة هو شعور النفس بافتقارها لشيء ما. ممكن الشعور ده يكون بسيط، ممكن يكون وسط، ممكن يكون في أقصى درجاته فيأذيك ويأذي اللي حواليك. مهم جدا ان انت تفتكر دايما ان كل شعور مادام هو جواك وما طلعش بره فهو تقدر تعالجه، او تقدر تتعلم تصبر او تتعلم التنفس او تتأمل او تعمل اي شيء يحول هذا الشعور. ولكن بمجرد ان الشعور ده خرج لسلوك تقدمه للآخرين، هنا بقيت انت في مشكلة كبيرة جدا جدا. الشعور هو اول درجات الحاجة. يعني ايه؟ يعني انا لما يكون عندي شعور بيبقى عندي حاجة ان انا امتلك الشيء ده، او حاجة لان انا عايز الشيء ده ينضاف لحياتي.
ولما اكون عندي الحاجة دي ومعرفش ان انا اتعامل معاها بيجيلي شعور بعدم الرضا وبالغضب. الحاجة هي انك انت عايز مثلا يكون عندك شغل او يكون عندك مسكن او يكون عندك اولاد او يكون عندك، المهم ان الحاجة شيء مادي انت بتحب انه يكون موجود في حياتك، فبتسعى بكل الطرق علشان خاطر تحصل الحاجة اللي انت عايزها. وبرضو كذلك لما يكون عندك رغبة وحاجة للشيء، بيحصل بعد كده ان انت ممكن لو الرغبة والحاجة دي مش سويين ومش كويسين بيقودوك ان انت تعمل تصرف مش كويس، وبالتالي بتبدأ في تدمير حياتك. بتبتدي الرغبة بأفكار معينة بتدور في دماغك، وبعدين بتلاقي الأفكار دي محفز داخلي جوه نفسك أو في شعورك وفي قلبك. فلما بتتجمع عليك الرغبة والشعور، لو انت اخترت اختيارات مناسبة بتخليك تمشي في طريق الرضا والسعادة والقبول. اما لو انت اخترت طريق مش مناسب او مش ماشي مع اللي ربنا امر بيه او القوانين او الاعراف في المجتمع او كل الكلام ده اللي بيحصل، انها بتجرك للعكس تماما، ويبدأ الانسان يحصل له شعور داخلي بعدم الانضباط والتردد، ويبقى مش عارف ياخد قرار، ويبقى على طول بيفكر اعمل ده ولا اعمل ده، امشي في ده ولا امشي في ده، اختار ايه ولا اختار ايه، اعمل ايه واعمل ايه. فمهم جدا ان انت تفهم افكارك بتدور حوالين ايه، تفهم رغبتك انت عايز ليه تعمل الشيء ده، تفهم شعورك ليه انا بشعر ان انا الحاجة دي مهمة ليا، وهل فعلا هي مهمة ليا وهتحقق لي السعادة اللي انا عايزها، ولا هتكون سبب في تدميري. واول ما تكتشف ان الشيء فيه سبب لتدميرك ابعد فورا عنه. ليه تبعد عنه؟ لانه للأسف اول خطوة من خطوات انهزامك، واول خطوة من خطوات المشي في الطريق المش مظبوط، او ان انت ما توصلش لاهدافك، او ان انت ما توصلش للحاجات اللي انت بتتمناها. فاول خطوة دايما هي البداية لكل شيء، ومدام انت اخدت خطوة فعلية في هذا الكون، فده معناه ان الكون هيبدأ يديك من نفس نوعية اللي انت اخترته. علشان كده لازم تفهم ان كل شيء بيبدأ من فكرة. الفكرة هتلاقي عندك شعور داخلي ان انت مايل معاها، هيبدأ يتكون جواك رغبة، ومن الرغبة دي هيبدأ يطلع عندك شعور وحاجة ان انت تحقق بيها ملي للرغبة بتاعتك دي، وبعد كده هتبدأ تعمل تصرفات وسلوك، وبعد كده حياتك كلها هيترتب عليها نتيجة مهمة جدا جدا للاختيار اللي انت اخترته. انا دينا لوزي وبتمنى لكم كل السعادة. شكرا لك. باي باي.